رأيته هناك، الكهف هناك هناك، رأيته هناك، الكهف هناك هناك. تعالوا جميعا، تحركوا بهذا الاتجاه. هل هم في الكهف؟ لا أدري. أنت وأنت ادخلوا، احذروا. رأيتهم مضطجعين. قل بهدوء ماذا رأيت؟ وأعينهم مفتوحة. إنهم قل بهدوء ماذا رأيت؟ إنهم أموات. كلا إنهم أحياء. تحسب نفسك جنديا شجاعا أيها الأحمق؟ الهاربون هنا، الهاربون هنا. يا صاحب الفخامة، لقد عثروا على الهاربين وهم الآن محاصرون داخل الكهف. اتبعوني أيها الجند. دعوني وشاني، اتركوني، أفضل المنظر، أفضل الكوشن، اتركوني، لقد كان منظرا مخيفا، اتركوني، 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 منظر مخيف. ما هذه الأراجيف التي تتصنعونها أيها البلهاء؟ أنتم جنود أم مهرجون؟ لم لا تستطيعون الاقتراب منهم؟ ما معنى هذا؟ قولوا لي ما معنى هذا؟ ماذا يقول هؤلاء يا جوليوس؟ أتسخرون مني يا جبناء؟ صدقني يا صاحب الفخامة، يمكنك أن ترى ذلك بنفسك. كان مرعبا لم يتمكن للغاية. أشجع الجنود من الاقتراب منهم ولم يستطيعوا الاقتراب منهم أبدا. ليس من الواضح أنهم أحياء أم أموات، بشر أم آلهة. نور شديد ينبعث من أعينهم، منظرهم مرعب جدا، مرعب جدا يا صاحب الفخامة، مرعب جدا. اخرس أيها الجبان. كفى يا ماتيوس، كفى. لو أراد صاحب الفخامة أن يتفضل ويدخل الكهف بنفسه ليرى ذلك المنظر يا مولاي. كأنهم ليسوا بشرا يا صاحب الفخامة، ليسوا بشرا. أظن لو دخل الكهف جنود آخرون سيجعلون من هؤلاء آلهة. ما هذه الأوهام جوليوس؟ نعم يا صاحب الفخامة. تعال معي. لو بقي واحد من هؤلاء فقط على قيد الحياة لن أغادر هذا المكان أبدا يا جوليوس. لنذهب.
سيدتي، اهدي يا سيدتي، لا تقلقي، لا تجزعي، هدئي من روعك يا سيدتي. إلهي كن في عونهم. إن ديوكليتيانوس ليس كالباقين، سيعتقلهم بالتأكيد. كل شيء هو بيد الله. لو وقعوا بيد ديوكليتيانوس وجوليوس فإنهما لا يرحمون. لا تقلقي يا سيدتي، فبما أن ماتيوس وكلوديوس لن يتمكنا فإن دقيانوس أيضا لن يتمكن. اصبري لنرى ماذا سيحدث. لندخل يا جوليوس. هيا. إنه كلب. بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا